بُص بقى، الأكلة دي مصدر خناق بين الدول، راحت عند تركيا قالت دي بتاعتنا، ومصر ولبنان بيتخانقوا عليها، إنما بقى الحكاية بدأت من آلاف السنين عند الإغريق والرومان، ما كانوش بس بيزرعوا العنب لأ، قالوا الورق بتاعه كمان طري وبيتاكل، قاموا بقى حطوا شوية رز على خضرة وساعات لحمة وسموها دولمة يعني محشي بس بلغتهم يعني، وكانوا بيقدموها بقى في الولايم الكبيرة، ومع الزمن الأكلة دي سافرت تركيا. وهناك خدوها الأتراك وحطوا عليها توابل إنما قوية جدًا، وزوّدوا اللحمة والبهارات، وعملوا منها حلو حادق، آه والله ده في دولمة بالزبيب والقرفة. بعدين راحت بقى بلاد الشام وخصوصًا لبنان، وهناك ورق العنب بقى أخف كتير وأنعم، ده الرز فيه بسيط متبل بزيت الزيتون والليمون والنعناع الناشف، وساعات كمان بنحشيه من غير لحمة ويتاكل بارد كده. إنما بقى لمّا دخل مصر الدنيا اتغيّرت، المصريين قالوا لك لأ، ده إحنا لازم ندّيه تُقله. قاموا قلّبوا الرز على الصلصة والتوابل وحطّوا شوية شبت وبقدونس وكزبرة وغرّقوه في شوربة سخنة إنما بالسمنة البلدي، وكمان عملوا جنبيه كوارع أو لحمة، وتطلع بقى يطلع المحشي بيغني، يعني نفس الورقة بس كل بلد بتقولها بلهجتها، التركي غنية ومتبهّرة واللبناني ناعم وخفيف إنما المصري تقيل ويشبّع ويخلّيك تتقتل نوم. بس تفتكر بقى مين أول واحد أو واحدة قعدوا يلفّوا ورق العنب وقالت دي أكلة؟ والأهم بتحبها بالكوارع والّا سادة؟